قصة صيد السمك الكتير. بيحكي لينا الكتاب المقدس يا ولاد إن شوية من تلاميذ ربنا يسوع المسيح كانوا صيادين سمك، عندهم سفينتين بيخشوا بيهم في البحر ويرموا الشبكة ويصطادوا السمك، ولما يوصلوا الشاطئ يبيعوا السمك اللي اصطادوه لأي حد عايز يشتري سمك عشان ياكله. وفي يوم من الأيام فضلوا الليل كله يرموا الشبكة في البحر ويطلعوها ما يلاقوش ولا سمكة واحدة. فضلوا على الحال ده طول الليل لحد ما تعبوا خالص خالص، ورجعوا على الشاطئ في الصبح من غير ولا سمكة واحدة. فكانوا زعلانين ومتضايقين خالص خالص انهم فضلوا طول الليل وما اصطادوش ولا سمكة، ورجعوا للشاطئ وايديهم فاضية وشبكتهم كمان فاضية. فبص عليهم كده ربنا يسوع المسيح وشاف السفينتين واقفين على الشاطئ والصيادين خارجين منها، وباين عليهم انهم تعبانين وزعلانين خالص خالص، وعمالين يغسلوا الشبكة بتاعتهم اللي ما اصطادتش ولا سمكة واحدة. فركب ربنا يسوع المسيح سفينة واحد من الصيادين دول اسمه سمعان بطرس، وقعد يكلم الناس الكتير اللي كانوا حواليه بيسمعوا كلام الله. ولما خلص ربنا يسوع المسيح قال لسمعان بطرس وهو واقف جوه سفينته: أنا عايزك يا سمعان تدخل بالسفينة مرة تانية بعيد بعيد في البحر، وارموا الشبكة بتاعتكم عشان تصطادوا السمك. فقال له سمعان بطرس: يا معلم، احنا تعبنا طول الليل وما اصطادناش ولا سمكة واحدة، لكن اقولك انا هسمع كلمتك وعلى كلمتك هرمي شبكتي في البحر، واللي يحصل يحصل. وفجأة يا ولاد اتملت الشبكة بسمك كتير جدا جدا، لدرجة ان الشبكة ابتدت تتقطع من كتر السمك اللي دخل فيها. وابتدى ينادي: امسك يا يعقوب، شد يا يوحنا معايا. وابتدى سمعان بطرس وكل اللي معاه في السفينة ينادوا على بعض، وبرضه ما كانوش قادرين يشدوا الشبكة من كتر السمك اللي دخل فيها. وابتدى سمعان بطرس يا ولاد وكل اللي معاه في السفينة ينادوا على زمايلهم في السفينة التانية عشان ييجوا يساعدوهم ويشدوا الشبكة اللي اتملت بسمك كتير خالص خالص. قام ربنا يسوع وفعلا يا ولاد ابتدوا يساعدوهم ويطلعوا السمك الكتير اللي ملا السفينتين كلهم، لدرجة ان السفينتين قربوا يغرقوا من كتر السمك اللي اصطادوه وحطوه فيهم. وكان كل اللي في السفينتين فرحانين خالص خالص بصيد السمك الكتير،
يعني الصيادين كانوا مزقططين وفرحانين خالص خالص، وابتدوا كلهم يبصوا لربنا يسوع المسيح مندهشين خالص من اللي حصل معاهم. لكن لما شاف سمعان بطرس اللي حصل ده، ركع على ركبته قدام ربنا يسوع المسيح وقال له هو خجلان خالص خالص ووشه في الأرض، قال له أنا إنسان خاطي ما استحقش الخير الكتير اللي انت اديتهولنا ده كله. من فضلك اخرج من سفينتي يا رب، لاني انسان خاطئ. معلش يا ولاد، اصل كان سمعان بطرس خايف قوي وخجلان قوي من ربنا يسوع المسيح ومن عمله الحلو اللي عمله معاه. فقال يسوع لسمعان بطرس ما تخافش، من دلوقتي انا هخليك بدل ما تصطاد السمك هخليك تصطاد الناس، تصطادهم لملكوت السماوات عشان تتغير حياتهم وتبقى كلها خير ومحبة. ومن ساعتها يا ولاد أول ما وصلوا للشاطئ سابوا السفينة والسمك وكل شيء وفضلوا ماشيين مع ربنا يسوع المسيح في كل مكان يروح فيه. وتحول مجموعة الصيادين اللي كانوا في السفينة لمجموعة تلاميذ حلوين ماشيين مع ربنا يسوع المسيح، وكان على رأسهم الراجل الحلو الجميل اللي اسمه سمعان، اللي بعد كده ربنا يسوع المسيح خلاه اسمه بطرس. آمين.